فيديو النهارده بعنوان احنا اتمرمطنا قوي يا تخر من بعد، وده اللي ظهر حقيقي فعلا بعد ما جرام بوتر مسك الفرقه والنتائج السيئه جدا اللي بتحصل، واخيرا الخساره من فولهام. وكمان ده مش بيبرر بس اللي حصل مع توخل ان هو اتظلم او غيره، لا، بيبين ان جرام بوتر ما يصلحش حاليا ان هو يمسك فرقه كبيره زي تشيلسي، ولسه مش جاهز ان هو يقود مرحله زي دي. بغض النظر الاداء العام مع برايتون والاداء الجميل جدا اللي قدمه، ولكن مش جاهز ان هو يمسك فرقه كبيره بحجم تشيلسي، بحجم الاسماء اللي موجوده معاها، مش عارف يعمل بيها اي حاجه خالص. وده اللي ظهر لنا في ماتش فولهام النهارده. وجو فيليكس كمان بيقابله سوء حظ غريب جدا ان هو اول ماتش ليه يتطرد، حاجه غريبه جدا، واول لعيب تقريبا لتشيلسي في اول صفقه ليه ان هو يتطرد فيها. وده بصراحه غباء من جرام بوتر ان اللعيب لاول ماتش ليه ينزله ويلعبه اساسي كمان. انا شايفه غباء جدا. ازاي انت تجيب لعيب لسه جاي الفرقه وتدخله على منظومه ولعيبتك وطريقتك وحاجات كتير جدا، وهو لسه بقالوش كام يوم عشان يحفظها ويطبقها في الملعب؟ ازاي انت دخلته عشان يحفظها؟ جرام بوتر حقيقي مش مناسب لبروفايل تشيلسي، وحقيقي تشيلسي ندمان على توخل. وان انا شفت النهارده من صحابي اللي شجعوا تشيلسي حقيقي ندمانين جدا على خساره توخل. اخر الفيديو ايه رايك؟ جرام بوتر هيمشي ولا هيكمل لاخر السنه؟ وايه اللي ممكن يحصل؟ وايه المدرب المناسب اللي هو يمسك تشيلسي دلوقتي؟ السلام عليكم.